يوم 15 رمضان بعد الفطار تفتح التلفزيون تلاقي مسلسل بيتكلم عن اخواتك وجيرانك. الخدمة دلوقتي في أي حتة على حدود مصر كلها خطر. ارتاح ازاي؟ انت مش شايف القلق اللي في كل مكان؟ كل خدش على حيطان بيتنا بتذكر. قصة حقيقية مش خيال وبتلمس قلوبنا، ويكتب لك في أول التتر كده زي أفلام الأجانب based on true story. هكلمك على مسلسل لازما ولابد تشوفه في ال15 يوم الأخرانيين من رمضان. هكلمكم عن مليح. الحدوتة كلها بدأت من المخرج عمرو عرفة والمؤلفة رشد جزار لما قعدوا مع بعض وبدأوا يفكروا هو اللي هيحصل في فلسطين ده هيخلص ميتة، لحد ميتة اخواتنا هيتبادوا على يد اللي ما يتسموا، والناس تموت من الضرب والجوع والبرد. ومن هنا جت فكرة اننا نعمل مسلسل هيتكلم عن القضية الفلسطينية، ومش هنطول ونمط في 30 حلقة، احنا هنقول المفيد في 15 حلقة وبس. وهيشارك في المسلسل ميرفت امين ودياب، والمفاجأة الاكبر ان الفنانة الفلسطينية سيرين خاس هتكون معاها. هتسألوني يا عم الحاج حددت المسلسل ايه؟ هقول لك. في الفترة بين 2000 و2005 كانت الانتفاضة الثانية في بلد اخواتنا، والمعروفة كمان بانتفاضة الأقصى، واللي كانت بدايتها 7 شبان شهداء منهم، ونزح بسببها كثير من اخواتنا لبلاد مختلفة. وهنا تبدأ حكاية مليح، الطفلة اللي نزحت مع أسرتها لليبيا الشقيقة، وبعد أحداث 2012 في ليبيا تحاول العيلة ترجع أراضيها عن طريق الأراضي المصرية. وين بدك نروح يا مليحة وين؟ وهنا تبدأ البلاوي والعقبات. فالفكرة ومشاهدها موجودة من قلب أحداث حصلت وعشناها زمان وشبهها دلجيتي، لكن عشان القائمين على العمل يقولوا لنا هم قد ايه مهتمين باختيار كل حاجة حتى الممثلين، مش هحرج لكم الحدوتة. أول ما اتعلن عن المسلسل ده يا عمي إخواتنا في فلسطين كانوا مبسوطين جدا، حتى أبو الفنانة الفلسطينية روفي الشباط اللي مشاركة في المسلسل دي قال لها أنا مبسوط إن وسط كل اللي هيحصل دي إحنا مش منسيين، وحاسس إننا في القلب مش مجرد كلام وخلاص. ده غير بقى كلام اخواتنا على السوشيال ميديا اللي مستنين احداث المسلسل على احر من جمر، وبيقولوا ان المصريين دايما في ظهرهم من سنين السنين، وانهم عملوا مسلسل بانتاج ضخم وشركة كبيرة عشان يتكلموا عنيهم. الحقيقة ان الشعب الفلسطيني دايما في القلب، والشعب المصري دايما هيفكر فيه وهيدعمه، ممكن بالفن زي الاغاني ومسلسلات زي مسلسل مليحة دي، ويعبر عنيهم. ما تنساش بقى تبقى تكتب لي رايك في التعليقات لما تشوف المسلسل، وما تنسوش تعملوا فولو ولايك وسبسكرايب عشان اللي مش هيعمل. رمضان كريم.